السلام عليكم. دكتور غادية حسناء، اخصائيه في امراض الشرايين والاورده وعلاج الدوالي. انا اليوم بغيت نتكلم لكم على واحد الحاله ديال واحد السيده اللي عندها مشكل تاع الدوالي منذ سنوات، ولكن ما عمرها ما مشات عند شي طبيب شافت عليه. الوغ السؤال الاول بيان سور اللي كيجينا على البال هو تنقول لها وعلاش ما زعما ملي كانوا عندك هاد العروق هادشي علاش ما شفتيش طبيب؟ كتقول لي ما كانوش كيضروني. داكور تري بيان اوكي. ودابا شنو المشكل؟ كتقول لك دابا قصاحوا وتحجروا ولاو كيعطيوني الام وديك البلاصه حمارت. هنا كاين مشكل افيكتيفمون. الا الدوالي ديالنا حماروا ولا سخانوا ولا قصاحوا وكيعطيو الالم بزاف، يعني وقع تخثر وريدي. يعني هذاك الوريد ماشي غير ما بقاش مشكل تاع فاغيس، يعني راه تبوشه ما بقاش كيدوز الدم. افيكتيفمون كندوزو الفحص ديالنا، كنقيسها بيديا، العرق قاصح متحجر. افيكتيفمون غناخذ ليكوغرافي تاعي باش ندير ليكزامان. هنا افيكتيفمون كنلقاو بان العرق افيكتيفمون تبوشه. دابا المشكل شنو هو ديال الدوالي؟ هو واحد العرق اللي ما كيقدرش يرجع الدم من اطراف القلب. دونك هذاك الدم كيكون بحال قلتي اون ستاز، يعني كيكون واقف متحصر في هذيك البلاصه. دونك الا ما تحركش يقدر يتختر، ولا تختر غيدير لنا ان كايو بحال الحجره تو سامبلومون. افيكتيفمون ملي كتقيسها بيديك كتلقاها بحال شي ولسيسه ولا شي حجره. هذا دونك مشكل تاع التخثر في الدوالي. ولينا في المضاعفات ديال الدوالي، ولينا في لافليبيت او لا ترومبوز فينوس سوبرفيسيال اللي هي سطحيه. وهنا بيان سور العلاج تيكون اول حاجه هما مميعات دمويه. المميعات الدمويه شنو هما ادويه حبوب كناخذوهم كيجريو الدم داكا باش يتبتت هذيك الحجره اللي تكونات. عاد من بعد العلاج الرئيسي كنعالجوا داك الوريد اللي كان عندها مريض باش ما يبقاش عندها المشكل، سورتو انه ما يعاودش يرجع يوقع فيه تخثر وريدي. الوغ هاد السيده كما قلنا دونك ما جات عندنا في مرحله ديال الدوالي، مي بلوتو مضاعفات الدوالي اللي هما ان عرق انه عندها تبوشه او تخثر وريدي. دونك اول حاجه خصنا نعالجوا هاد المضاعفه لانها كتسمى حاله استعجاليه. علاش؟ لان هذاك الوريد اللي تخثر فيه الدم ولا فيه ان كايو كيقدر ان بوتي مورسو من هذاك لو كايو يسو ديتاش ويمشي لنا في لا سيركولاسيون ويدير لنا الله يستر لومبولي بولمونير او الانسداد الرئوي. دونك حنا هادشي خصنا نتجنبوه. دونك بيان سور هذه حاله استعجاليه خصنا نعالجوا. اول حاجه هو داك التخثر الوريدي. دونك كنعطيو هذوك الحبوب اللي مميعات دمويه اللي كتجري الدم. دونك منين تيتسرح العرق ديك الساعه كنقوموا بالعلاج ديال داك العرق على حسب الحاله المرضيه، واش بحصص الطب الحقن او بالعمليه بالليزر. هادشي على حسب الحاله المرضيه. مي في لو طون فاش كتجي عندك هذيك لا باسيونط اول حاجه هو خصنا نعالجوا هذاك المضاعفه اللي هي التخثر الوريدي اللي كيتبقى كمان. سي اون اورجونس ميديكال، سيتادير خاصنا نعالجوها غابيدمون. والعلاج تاعها الحمد لله ما بقاش بالابر كما قبل. دابا كيمكن نعطيو مميعات دمويه غير حبوب وكتعالج لنا المريض ديالك.